السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبي الطيب، تفضل إلى جانبي، مكانك محفوظ. لا يا سيدي، سأقرأ شعري هنا مخافة أن أنساه. أنت عندي؟ تفضل يا أبا الطيب، تفضل إلى جانبي. ما كان نومي إلا فوق معرفتي بأن رأيك لا يؤتى من الزلل. أقل أن الأقط أحمل علي سل عد، زد هش بش تفضل أدني سر صلي. ما هذا يا أبا الطيب؟ شعر، لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. البيت الثاني بالفارسية، وأنا لا أعرف الفارسية. كان الرهان على شعر عربي يا أبا الطيب. وهو عربي يا أمير؟ وأنا لم أفهم منه شيئا، فسره لنا. أعد قراءته بالعربية على الأقل. الأمر بسيط. أقل أن الأقط أحمل علي سل أعد، زد هش بش تفضل أدني سر صلي. مستحيل، هذا ليس بعربي. ماذا تقول يا أبا الطيب؟ إذا كان شعرا عربيا، هل يدفع الأمير الرهان؟ طبعا. وكشاجم، هل ملابسه التي عليه كثيرة؟ يا سيدي، هي مجموعة من أفعال الأمر. اسمع: أقل، أنل، أقطع، احمل، علي، سلي، أعد، زد، هش، بش، تفضل، أدني، سر، صلي. وبعد قراءته بهذه الطريقة، هل ما يزال التحدي مستمرا؟ علما أنني قرأته حتى الآن 3 مرات، ولكن قولوا لي، هل بينكم من حفظه؟ والله لقد فاز أبو الطيب. وأنا عند وعدي. لا يا سيدي، كان الرهان على بيت واحد، ولا أريد إلا وزنه ذهبا. وهو لك، هاته. هو هنا يا سيدي، ولك أن تعطيني وزني أو وزن رأسي ذهبا. كان الرهان على أن يكون شيئا مكتوبا. مولاي، لم يكن عندي خرطاس. تخسر رهانك إذن. نحن قلنا مكتوب، ونعطيك وزن ما كتب عليه. أمري إلى الله. وادخل يا غلام. كما قلت لك يا أمير، لم يكن عندي قرطاس، فكتبته على هذا الحجر. من سيزنه؟ أحرجك يا أمير، لقد وعدته أمامنا كلنا. يجب أن يفي الأمير بوعده. طبعا سيفي بوعده. هل جننتم؟ ذهب الإمارة كلها لا يكفي. ولكنك وعدته. ما دامت السيدات في صف أبي الطيب، فله أن نلبي له أفعال الأمر التي في البيت. أقل، قد أقلناك. أنل، تحمل إليه الدراهم غدا حين يأتي الخازن. أقطع، قد أقطعناك ضيعة في ضواحي حلب. احمل، يقاد إليه الفرس الأسود غدا. علي، قد فعلنا وعلينا مقامك. سلي، قد فعلنا ولك سهرة تتسلى فيها. أعد، أعدناك إلى حالك من حسن رأينا. زد، يزاد ضعف المبلغ. تفضل، قد فعلنا. أدني، قد أدنيناك منا ومن بيتنا. سري، قد سررناك. وتحت صلي، قد فعلنا.